ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي الفرح مدعيين وفي الحزن منسيين. انت عاملين ايه يا حبايبي؟ تعالوا ما اجيب لكم مقتطفات النهارده من اللايف العالمي اللي عملته مفترسة على الكلب. انا الحمد لله يا بنات قبل كده يعني سبحان الله، قبل ما تطلع وتتكلم وتقول الناس بتقول وبتعيد، انا كنت عامله الفيديو وكنت منزلاه، وكان عندي ملاحظ كتيره قوي. بالنسبه للملاحظ خلي بالكم منها عشان تبع هيركليز. زي ما بقول لكم كده والله. اول ملحوظه، انا عمري في حياتي ما شفتها قامت مسكت حتى طبق الاكل بتاع الكلب ولا حتى طبق الميه غسلته. في نفس الوقت الجو تحت الصفر ودي بترميله العظم وخلاص على كده. يعني انتي بما انك بني ادمه وربنا خلقك بتاكلي بدل الطقه 3، يعني الكلب ما ياكلش حتى اقل حاجه طقتين؟ اخرك بترميله عظمه ولا ورك في اليوم؟ طب فين المكان اللي بنام فيه وليه؟ ده حاجه صعبه. تعال اجيب لكم المقاطع. ابعتوا لي على الانستجرام نصيحة من اختك لوجه الله، خدي اتفرجي على الفيديو الشيخ ده بيقول حرام والشيخ ده بيقول حرام. اقول لها يا ست الكلب في الجنينة، تقول لي برضو حتى في الجنينة لازم تتصرفي فيه. يعني اتصرف فيه حضرتك؟ اعمل فيه ايه؟ اتصرف فيه؟ واحدة بتقول لي ايوه وديه رعاية دار الحيوان، الدين بيقول ان لا توديه دار رعاية الحيوان عشان يموت. ساعات كتيرة لما يبقى في طفل في الشارع فبقولوا ودوه لدار رعاية الأيتام، تبقى أفضل من هو يبقى في الشارع. واخدة بالك انت من الحوار ده؟ ما أنا جايبلك المثل علشان تتعلميه، لأنك أيوة أنا متأكدة 100% كل الكلمات اللي أنا بقولها في قناتي وصللك بالملي. فالناس لما بتنصحك، المصيبة ان انت بتاخدش بالنصيحة اللي على مزاجك علشان تطلعي تعملي فيديوهات وتقولي في التعليقات جالي وجالي ويا ريته ما جالي. ما انت يا ريتك عملتيله، ده بالعكس ده هو عندك هيموت في دار الرعاية يمكن يعيش، عشان لو وديته دار الحيوان وبعد عننا يموت، عشان ارضي حضراتكم. الله. مش هو انت اللي ذكرت يا اختي من كام يوم ان الكلب مشي من عندك او خرج وما كانش عارف يرجع وقعد شهر بعيد عنك؟ وهو لما قعد شهر بعيد عنك يا اختي كان مات؟ بالعكس يمكن كان كل يا عيني يا رب ويتفسح وشم الهوا، وكلب عايز يجري ويتفسح ويلم وشم الهوا وعايز ياكل وعايز فرش عشان ينام عليه وليه. لا انا فكرت ضافر، انا فكرت في ضافر من ضوافره ولا حاجه. احيانا ضافر كده لما بيجي يطلع من عنده، لما بيجي يطلع او بيتقص لوحده ضافر، احيانا بيتنطر ضافر، احيانا بينزل نقطتين دم. انا فكرت ضافر اتنطر من عنده ولا حاجه، انا فكرت كده والله. البنات سألوها بيقولوا لها ايه لما كان بينزف الكلب ليه ما خدتهوش وديتيه للطبيب؟ قالت لهم ايه؟ انا فكرت ضافر لان الضافر بتتنتر كده، هو يعني مش من حقه ان انت تاخديه تقصله شعر وتحميه وفي نفس الوقت عند الطبيب يقصله ضوافره؟ طب ماشي، غلطة مرة واتنين وجبتيه برضو كذا مرة في فيديوهات تقولي معرفش الدم ده جاي من فين. ليه ما حضنتيش الكلب وخدتيه ورحت وديتيه للطبيب؟ طب انا صراحه عمري بقولك ما شفتك من يوم ما فتحت القناه لك 6 سنين لو وريتينا بيته غير مره من بعيد ولا حتى نظفتي للكلب. هو الكلب ده لا مؤاخذه ما بيعملش بيبي؟ ولا انت سايباه كده بيعمل بيبي في الحديقه ويدفن ويمشي؟ طيب يعني على الاقل في الشهر مره واحده كده تاخديه للدكتور يحميه، يقص له شعره، يقص له ضوافره، عشان تبقى انت كده يعني ايه بتوكليه لله وبتنضفيه برضو لله عشان تاخدي حسنات عليه. لكن انت معذباه، هي طاقه في اليوم بترميها وتبقى باقيه منك، ولما بقيت الناس تهاجمك رحت تجيبي له اكل لانشون وحاجات وتقولي له وتتمقلتي وتقولي اصل ولي لسه ما دخلش الاسلام. هو احنا هنسيبك تتمقلتي على الاسلام وهنسكت لك يا وليه يلي ما عندكيش اصلا ضمير؟ ما انت نايمه متدفيه انت وقطتك، ما خدتيش بالك من الكلب ليه طيب اللي نام في البرد؟ بنات، الناس اللي بتسأل وبتقول لي ايه رأيك هي ادته ابرة زي ابرة تخدير وراحوا قصوا له ضوافره
وهو ده سبب اللي خلى ويلي ينام. لا يا حبايبي، ويلي تعبان فعلا، واللي ما عندهاش رحمة حتى لما دخلته عندها في البيت ما جابتش حتى أقل حاجة، حتة كرتونة ولا حتة بطانية ولا حبة هلاهيل من اللي هي حطاهم في الدواليب عندها ما بتستعملهمش، ونومت حتى الكلب عليها. لأن الكلب عنده روماتيزم شديد، لما كبر في السن البرد بياكل في العظم، فده اللي كان عند ويلي. حتى بتقول لكم ده بيزحف يا عيني، طالع بيزحف وداخل بيزحف. طب ما تتقي الله، ده حتى الدكتور قالك عنده روماتيزم، يعني المفروض حتى تفرشي له فرشة ينام عليها يا شيخة على البلاط اللي عندك. يعني برد بره وبرد جوه يلي بلا رحمة. لو تقولي مستنية البنات لما يجوا عشان نفرش الأوضة، يا سلام يا اختي على الرحمة اللي عندك. حطي له أي حاجة طيب لغاية ما البنات تيجي. إنه مع البلاط يعني برد ينهش في عظمه أكتر ما هو ناهش عظمه بره. يا لهوي، ده انت يا ولية ايه. والمصيبة بنتك بتقولك سيبي التصوير عشان تفهمي العلاج هياخده ازاي، لانك انت اللي هتديه علاج. قاعدة تصوري، ولما الناس تهاجمك وتقولك اثبتي لنا ان انت عندك وعندك، تقولي هو انا قاعدة في محكمة؟ ما هو اللي انت بتعمليه في نفسك يا ولية. متخلفة عقليا، ما انت متخلفة عقليا. رحمة اللي عندك وعياط ايه اللي بتعيطيه وبتضحكي على علم بايه؟ يمكن لما خد الإبرة، أنا حاسة لما خد الإبرة ارتاح نوعا ما. يعني لما خد الإبرة حساه حرام ارتاح نوعا ما. أو لما خد الإبرة يمكن ينام شوية. طول الليل ما كانش عارف ينام، طول الليل كان بيقوق ويصوت زي البني آدم، زي البني آدم بالظبط. هو كمان الكلب هيمثل المرض كمان. ده المخلوق ده كان بيحب يقعد في الجنينة، كان بيحب يجري، كان بيحب يلعب، كان بيحب يتنطط، كان بيحب يبص من الباب بتاع الجنينة. هو كمان بيمثل المرض. هو كمان عايز يطلع ترند. ده شكل واحد بيمثل المرض. حتى الكلب خليتوه يمثل المرض، حتى الكلب عايز يطلع ترند، حتى الكلب حوارات. الكلب بيتألم، انتوا مش حاسين بيه، لان الناس اللي مش حاسين بيه عبارة عن شوية حيوانات ما بتحسش. معلش اصل الناس كلها جت على ابوكي، واخده بالك؟ فهي الناس زعلانه على ابوكي اللي انت حتى بتشتمي الناس بيهم باسمه، وفي نفس الوقت تقولي ده ويلي ده روحي وحياتي وامنياتي. طب ما تروحي تحطي له غطا تحطيه، اذا كان اصلا انت نفسك بلسانك قلتي ان بتاعه الاسعاف بتقولك فوطه دافيه وحطها على بطنه وعلى ظهره، لانه ربما يكون هيموت من البرد. جبتيه حطيتيه عندك على البلاط وطلع عامله عليه فيديوهات عشان تتربحي عليه. طب فين الغطا يا وليه؟ مش هطلعه بره الا وقت الحاجه، الا لما يحب يطلع يعمل بيبي ويرجع. غير كده انا مش هرميه بره. واللي عاجبه يتفرج عليا عاجبه، واللي مش عاجبه شايفني بعمل ضد الدين ما يتفرجش عليا. يا وليه، هو احنا مش قلنا ويلي ده البابا بتاعك؟ هو احنا الناس كلها لما بتقولك روحي ودي لها دار الرعايه، والله العظيم 3 عشان صعبان عليهم الكلب، لانك انسانه مهمله. ده انت يا وليه مأمله، والناس كلها طلعت وشافت الأملة في دماغك وهي نازله، وبيتك معفن. وكمان ذكرتي قبل كده ان القطط فيها براغيث، وانا ما بجيبش من عندي يا بنات زي ما انتوا عارفين. لما راحت مع بنتها تطعم القط، والدكتورة اداها زي حبوب كده او حاجه تحطها للقطط عشان فيها براغيث. والله زي ما بقول لكم كده. طب منين منين يا حبيبتي بتقولي سيبي في ويلي في حاله؟ ده حبيبي ويلي، ده روحي ويلي. ومنين بتشتمي الناس بيه يا وليه؟ مش عيب عليك يا اختي؟ يعني انت بتشتمي واحده كتبت لك حاجه دلوقتي فبتقول لها روحي ينعل مش عارفه ايه؟ تعالوا نسمع يا بنات. على ابوكي بنت كلب. انا بعمل ضد الدين، ماشي. انا بعمل ضد الدين، انا ضد الدين، ماشي. اكتبي اللي تكتبيه، انا بعمل ضد الدين. تمام 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 يا ستي، تمام. الدين بيقول ان الكلب عيان ومريض وارميه بره، هو ده الدين بيقول كده. القنوات الكبيره اللي بتفهم، واخده بالك انت؟ بس انت واحده ما بتفهميش اي تعليقات. ما هم يعني مش ملايكه برضه، ما بيدخل لهم ناس في التعليقات في اللايفات، وبيدخل لهم ناس كتير قوي 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 في الفيديوهات، وبيشتموهم بهزقوهم.
بس بيعملوا ده من طين وده من عجين. ليه؟ لأن البني آدم الناجح أو الشجرة المثمرة تتحدف بالطوب. أما أنت للأسف ما عندكيش محتوى، فإذا أنت فاتحة لايفات عشان الناس تهاجمك وأنت تبتدي ترد عليهم وتطولي في اللايف علشان خاطر تدخلي بقى إعلانات، وتبقى عملت لايف عالمي من ساعة أو ساعة ونص وتدخلي إعلانات عشان الناس تتفرج عليك. ماشي، انا بعمل ضد الدين. تمام، انا بعمل ضد الدين. بدي أقول لك حاجة، أنت لا بتعملي ضد ولا بتعملي مع، بس أقول لك على حاجة، أنت أكتر حاجة بتعمليها ضد. والله بناء على انهم قالوا لك كذا مرة على التماثيل ما عملتيش، وطلعتي عملت شجرة الكريسماس وجاي تتكلمي في الدين وتقولي وتشبهي نفسك بربنا وتشبهي نفسك بالرسول، فانت فعلا بتعملي ضد الدين. انت ولية مش سوية. ربنا والله والله ياسمين وحياة المصحف ده، ان لما بحكي لياسمين قالت لي يا ماما اذا كان كدبوا ربنا. انت لما يكدبوكي شيء طبيعي، دول الناس كدبوا ربنا. ده الناس قالوا ان ربنا عنده ولد، الناس كدبوه. الناس كدبوا الرسول، فعلا الناس كدبوا الرسول، قالوا عليه شاعر مجنون، قالوا عليه شاعر مجنون. فانا مش هاجي احسن من الله ولا احسن من الرسول. ما الرسول برضو كانوا بيكدبوه، كانوا بيقولوا عليه كذاب، ده اساطير الاولين. مش بقولك بتخربطي كتير في حياتك؟ مصيبتك السودة ان انت بتشبهي نفسك برب العالمين، وكمان بتشبهي نفسك بالرسول عليه الصلاة والسلام. مش بقولك انت بتعرفيش حاجة في الدين او مش فاهمة حاجة، نتعامل معاك ان انت انسانة متخلفة عقليا، ما فيش مشكلة. هو انت مين يا ولية عشان تشبهي نفسك اصلا بربنا او تشبهي نفسك بالرسول؟ هو انت فاكرة نفسك ايه؟ انا مش فاهمة، يعني انت واخدة، يعني انا مش فاهمة والله العظيم، انا ما فاهمة ولا عارفة اعلق لك اصلا من اسلوبك ومن التخلف اللي انت فيه. وتقولي كدبوا ربنا؟ كدبوا ربنا ازاي؟ هو ده مش الدين المسيحي اللي نزل من السماء زي اليهودي زي المسلمين؟ كل واحد نزل له كتاب. هو انت ما انتش فاهمه؟ مش انا بقولك انت بتحفظي كده بتخربطي في الكلام؟ انت بتخربطي كتير قوي. وما تشبهيش نفسك بحد، لان انت اخرك انا مش عارفه اقولك ايه. والله والله شكل اخرك مش هتعدي سهله، اخرك هيبقى صعب شويه. تعال نكمل. يا ماما اذا كان كدبوا ربنا، والله والله ياسمين وحياة المصحف ده، ان لما بحكي لياسمين قالت لي يا ماما اذا كان كدبوا ربنا. انتوا بتوع الدين، انتوا بتوع الدين، بتوع السب، بتوع القصف، قصف المحصنات، بتخربوا البيوت، بتطلقوا، بتفرقوا بين ست وزوجها، بتعملوا كل الموبقات على اليوتيوب. انتوا بتوع الدين، انتوا بتوع الدين. ماشي، انا ضد الدين، تمام. ان انا ضدك، لكن مفيش حاجه اسمها، وضد سب القذف المحصنات، وضد اي حاجه من الحاجات اللي انت ذكرتيها. بس عايزه اقول لك على حاجه. هنا انت ذكرت بلسانك وقلتي انتوا بتفرقوا بين الراجل ومراته، يعني كده ما ذكرتيش النعابير ولا ذكرتي في خيانه، رغم ان انت اللي دايما تطلعي تاكلي في لحم الناس، رغم ان انت اللي طلعتي وقلتي لواحده لو ابوك افتيزه مش عارفه ايه، رغم ان انتي اللي طلعتي وقلتي انا رايحة اعمل اشاعة وهقلع ايه، رغم ان انتي اللي قلتي على رسولنا الكريم لو وصل في الامة ومازال عايش في الايام اللي احنا فيها دي فكان هيستعر من امته، رغم ان انتي قلت كل ضد الدين، انا بعمل ضد الدين، تمام. واحدة عندها دين وضمير ومحترمة تروح تتكلم في الناس وتقول ده كان بتتكلم عابر هي ورضا على ريتشر، هي تحكي له تقول له ما بيقومش معاها؟ بذمتك ودينك عدت عليكم ازاي دي يا بنات في اليوتيوب؟ الفيديو ده عدى عليكم ازاي؟ هو انت يا وليه مالك بالظبط؟ ما احنا مش عارفين نجيلك يمين ولا شمال، لان سكتك كلها شمال. تعالوا اجيب لكم المقطع وركزوا فيه كويس. ماشيين من هنا شايل مني وكرهني، فما صدق شاف مين القرعه هناك، اتلم المتعوس على خيب الرجا. فهو بقى يعني اتلموا على بعض وبقى يحكوا هما الاتنين عليا. هي تحكي له على ريتشارد تقول له ما عادش يقوم معاه
وهو يحكي لها على من زمان. يا ست صلى على النبي، يا ست صلى على النبي، يا ست انا زمان كنت شكلي مقرحه، كان شكلي كلوشار. انا دلوقتي شكلي ارحم بكتير. عماله ترجعي، مش عايزه ارجع زي زمان. تعالوا اسمعوا. خمره قد كده قبل ما افتح اللايف. انا بموت في الخمره، بموت في الويسكي. بصوا دول حياتي، حياتي طول النهار قاعده. بصوا بقربع كده. بقت تتخيله حلف عينيها، وبقت نفسها، يعني لا مؤاخذه انا بكلمكم بشكل صريح، بقى نفسها فيه، وبقت تشتهي وتحلم ان هي يا ريت لو تنام معاه، يعني لو تقدر تنام معاه. يعني معلش انا بكلمكم بشكل صريح. Oui. Je t'aime bien, monsieur Janou. Je t'aime bien. Moi, j'aime bien, monsieur Janou. Je l'aime beaucoup. قلت له ممكن ابوسك؟ قال لي طبعا قوي. وابوكي راجل وفطيزه الباس. اطلعي ردي على فراوله. ما خلقش اللي يمشيني او اللي يغير افكاري او يحاول يخليني اعمل اللي هو عاوزه. سلامتك. انا اول مره يا ستي خلاص عرفنا. شفتي وجهي اول مره ان شاء الله، اول مره واخر مره. انا بعبد الماسونيه. اهلا وسهلا. سؤال الرسول، والله الرسول لو كان عايش لحد دلوقتي لكان اتبرأ من امته، بجد كان اتبرأ منهم. البث، انا بقول لكم انا صاحبه جرايم. خلي البث موجود، عايزاهم ياخدوا البث يروحوا بيه على البوليس. انا بقول لكم انا صاحبه جرايم ضد الدين. لو انت شايفه ان الكلب وجوده في البيت دلوقتي وهو مريض وقاعد في كلوار كده، يعني ما بيخشش الصالون، ما بيطلعش فوق، لو انت شايفاني ان انا ضد الدين وان مدخله الكلب جوه عشان مريض، يا ستي انا ضد الدين. تمام، انا بعمل ضد الدين. فوالا، انا بعمل ضد الدين. بيعدى عليكي بدل التعليق 5000 تعليق. اشمعنى ده الوحيد اللي بيأثر فيكي وعايزة تتكلمي فيه علشان عايزة تجيبي الجدل؟ لا يا حبيبتي، احنا ديننا دين الرحمة ودين الإنسانية ودين العطف ودين الأمن والأمان. لكن انتي عايزة تشوهي الدين بأي حاجة، رغم ان انا جبتلك كذا مقطع، ولو انا ركزت معاكي وقعدت يوم كامل هجيبلك من كل فيديو نزلتيه على القناة مقطع. وايه، مفيش فيديو بعدى عليكي كده، يعني كل الفيديوهات بتاعتك شغالة. الله ينور. انا ماسونية، انا لو الرسول عايش كان بره من امته، انا ضد الدين، انا بحب شياطين فرنسا احسن من شياطين حتة تانية، الحمد لله والشكر لك يا رب ان انا في فرنسا. هو انت عايزة توصل الناس ايه؟ وبتقول ان الناس كلها ضدك علشان خاطر دخلت حد الاسلام، رغم ان انت طلعتي قلتي ايه بقى؟ قلتي ايه؟ قلتي الشهادتين مش معترف بيهم في الآية اللي انت ذكرتيها. ورجعتي قلتي ايه تاني؟ ان لم تنهيه صلاته عن ايه؟ عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. فاذا كان الراجل اللي انت بتتحايلة عليه كبير اللي اسمه جانو عشان تدخليه الاسلام بناء على كلامك انت، يبقى كده ما ماتش مسلم. لكن بناء على الدين اللي احنا كلنا عارفينه، اللي بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا النبي حبيبي رسول الله، فده دخل الإسلام. ركزي يا ولية وسيبك من الدين وخليكي في ولي اللي هتموتيه. خلي ربنا هو اللي يحاسبني، مش انت اللي هتحاسبيني. ان شاء الله يبقى كويس. ربنا يخليك. ادعي له يا قلبي. سؤالي للبنات الأذكياء اللي بتفهم، هو انت ليه دخلتي في حوار ويلي مع ان ويلي عايش ليه 13 سنة عندك في الحديقة في بيتك؟ هو ليه اليومين دول انت طالعة على لايفات وحوارات مع انك كان ممكن تعملي فيديو عادي؟ ويلي تعبان وهاخده للدكتور، والدكتور قال عنده روماتيزم من شدة البرد، لان السنة دي في اوروبا البرد والتلج نزل وممكن بيبقى بتعدي درجة الحرارة 7 و8 تحت الصفر. ما فكرتيش في يوم تقولي تعالوا اعمل لكم روتين ونظف البيت بتاع الكلب ونحط له عفش عشان الجو برد وندفيه؟ ما فكرتيش الا كل حاجة انا بغير له المية لان المية بقت تلج؟ لما انت شايفة المية بتتحول لتلج، هل كان عندك رحمة؟ حبيبتي انا بستغفر ربنا على طول. يعني
هما بيقولوا لي انت بتعملي ضد الدين. واحده كبالي دلوقتي بتقول لي انت بتعملي ضد الدين. ماشي، بقول لها خلاص، لو هي شايفاني من وجهه نظرها ان انا بعمل ضد الدين، خلاص بقول لها ماشي، انا بعمل ضد الدين، خلي ربنا يحاسبني. بس يوم القيامه لو انا وقفت قدام ربنا وقلت له يا ربي انا دخلت الكلب دوا عشان كان عيان وكان لازم يقعد في الدفا ولازم ياخد دواء ولازم نهتم بيه، ما اعتقدش ان ربنا هيقول لا دخلوها النار. تمام. هما فاهمين الدين اكتر مني. بيقولوا واحده بتقول لي امبارح الدين يعني قال من الاخر حرام وخلاص وجوده في البيت. ما تقعديش تفسري الدين على على مزاجك. انا ما بفسرش الدين على مزاجي. انا قلت سبب الكلب ده جبناه عندنا ليه، وقلت سبب وجوده عندنا ليه، وقلت انا ما كنتش بفكر اقتني كلاب، لكن ظروفنا كانت كده، وقلت ان هو تاه وقعد شهر وشويه ورجع، حطينا اعلان ولقيناه. زلة لسانك وقعتك في شر أعمالك. يعني بمعنى إن الكلب غاب لمدة شهر عنك وانتي عادي، وفي الآخر لما حطيتي إعلان الناس جابوه، أو انتي رحت استلمتيه من واحد جارك بعد منك بكام بيت، وانتي اللي قلتي كده قبل كده. ما ماتش يعني الكلب، لا ده تلاقيه كان بياكل أحلى من عندك. واخده بالك؟ يعني زي اللي بقولك عذر أقبح من ذنب. يعني انت استمريتي شهر كامل اللي الكلب غايب وما طلعتيش حتى عملتي فيديو يا ولاد. مش انت اللي بتقولي ولا انا اللي بقول؟ ولا سألتي فيه قلتي يلا يا داهية خدتها الداهية. دلوقتي بعد 13 سنة جاي تتكلمي وتعملي فيديوهات وان الكلب حلال قعدته حرام مشيته. روحي غطيه، روحي غطيه بدل ما انت قاعدة تردحي للناس على اللايفات وانت ما فيش في قلبك ذرة رحمة، ولا حتى حطيتي له حبة مية دافية يشربها الغلبان. روحي. ما اقدرش اموته. عاوزين ايه يعني من الاخر؟ اموته يعني؟ اروح اموته ولا اعمل ايه؟ معرفش. موتيه ازاي يا حلوة؟ ما هو مش متوصى عليه؟ هو مش صاحبه موصيكي عليه هو والقطة؟ طب بتقولي اروح اموته، هو عنده بيت يا ولية؟ شوفيه كده اسأليه، قولوا له عندك بيت ملكك كده، ولا عندك كده كراج، ولا عندك محل، ولا عندك مطعم، ولا عندك استديوم قاعدة فيه ياسمين قصدي فيروز، ولا عندك شقة قاعدة فيها ياسمين؟ اسأليه كده. لقيتي حيلته حاجة روحي اعملي اللي انت بتقوليه. ما انت عملتي قبل كده في 2، يعني هتعملي في ده كمان؟ ده مش هيبين، يعني مش هيظهر، ما تخافيش. انا والله نفسيتي تعبانه من امبارح بالليل عشانه، لان احنا تخيلوا انتوا عاشرتوا حد 13 سنه، تخيلوا ان انتوا بتشوفوا الكلب ده كل يوم بقالكوا 13 سنه، بتشوفوه كل يوم كل يوم كل يوم. باجي من السفر بيجري عليا، باجي بالعربيه لما بروح في اي حته بيجري عند الباب الحديد بيقف يستناني. الله، هو انت حالتك النفسية تعبانة عشان حلمت برضا وعملت لنا فيديو كامل على رضا، ولا كان حالتك النفسية تعبانة علشان خاطر ويلي؟ ما هو انت يا حبيبتي مصيبتك السودة ان انت بتكذبي كتير، ومن كتر كذبك الناس ما عادش بتصدقك، رغم انك بتجيبي المصحف وبتحلفي عليه كتير. وده ذنب، اكبر ذنب في الدنيا انك تجيبي كتاب الله وتحلفي بيه كأنك بتشربي مية. مش واخده بالك؟ ده ذنب كبير قوي يا وليه. وبعدين انت قاعده طالعه من فيديوهين تقول اصل انا حالتي النفسيه تعبانه وكنت بقول لبرستيج عشان الناس كلها بتهاجمني على انستجرام. بيحبني جدا الكلب ده، بيحبني روحه فيا. الكلب بيحبك جدا وروح فيك، بس كان انت بنتك تعبانه تعبانه زي ما انت بتقولي، وعينيها مبينه ووشها شاحب وحالها طين. بدل ما تسلقوا لها حتتين لحمه صغننين كده في حبه بطاطس كده وتاخدي لها شوربه الخضار، عامله لها شوربه عدس ورايحه توديها لها فرحانه بنفسك وبتقولي رايحه لها عامله لها شوربه عدس. اصل البنت ما بتاكلش الخضار صحيح. طب ماشي، اعتبري ان هي ما بتاكلش الخضار صحيح، ما تعملها خضار يخت وتضربيه بالميكسر كده وتحطي فيه حته اللحمه وهي تشرب الشوربه وتاكل حته اللحم، بدل ما وشها شاحب وحالها طين.
رغم ان انت طلعتي مرة قلتي على واحدة منهم ما تعرفش تعمل مكرونة حتى. بيحبنا الكلب ده، متعلق بينا. انتوا لو رعيتوا كلب 13 سنة او قطة هتحسوا بيا، والله هتحسوا بيا بجد. انا رعيت بشر وما تمرش فيهم العيش والملح، لكن الكلب ده مرة واحد جه زعق لنا من ورا البختي. الكلب ده كان عايز ينط يقطعه، مع ان هو طيب جدا وما بيأذيش، بس مجرد ما شاف واحد بيزعق لي يعني تعامل معاه كأنه راجل، كأنه بني آدم. وقف يزعق للراجل ويهوهو والراجل كان بيتخانق معايا، مسكتش. ودي كان عايز زي ما يكون ينط عليه يقطعه حتت. كأنه بني آدم. عشرتي بني آدمين ما تمرش فيهم، يعني جانو ما تمرش فيه ولا جوني ما تمرش فيه؟ بعد اللي انت اخدتيه ده كله ما تمرش فيهم خالص يا ولية. عشرتي كيمو اخد 8 وطار وما جبتيش سيرته لانك ما تقدريش، لان الناس كلها هتهاجمك. رضا فر رحت تتكلمي فيه وفي عرضه وفي شرفه وتقول للناس كلهم ان هو راح يعمل عمرة بفلوسك. يخرب بيتك من حالك. وهو اهبل يعني عشان يروح يعمل عمرة بفلوسك؟ هي فلوسك دي فين يا وليه؟ الكارد اللي اخده مش حطه يختي في المطعم بتاعك عشان يشغله؟ ودلوقتي طلعت تطبلي وترقصي للناس كلها وبتقول لهم ده الكارد كارد يا وليه. اتقي الله انت داخله على 60 سنه. اتقي الله، الواحد بيطلع النفس مش عارف هيجيبه تاني ولا لا. باي باي يا بنات.